اهلا وسهلا بيكم. معاكم محمد عبله. النهارده هنتكلم على الخطه او الخطوات اللي احنا بنجهزها لدخول المعرض الدولي، وان شاء الله تكون خطه جيده. هقول لك مختصر اللي انا بعمله من خبراتي في دخول المعارض الدوليه، يعني اخترت منها مقتطفات واكتر حاجه وصلتني ونجحتني. خلينا نبدا. اول حاجه هنقسم الخطه او هنقسم نظامنا في الاعداد لخطه دخول المعارض الدوليه لثلاث حاجات. كويس. اول حاجه عندنا المخترع. انا كمخترع كويس ليا نصيب من التطوير. انا دلوقتي داخل معرض دولي زي معرض الكويت ان شاء الله اللي احنا داخلينه، او اي معرض دولي. فانا ليا نصيب. ما ينفعش يبقى الاختراع كويس وانا للاسف ضعيف. كويس. انا داخل معرض دولي، داخل مرحله جديده، داخل حاجه ان شاء الله تكون مفيده وهتكون ايجابيه في حياتي، فليها اعداد. فعندنا اول حاجه، عشان كده برضو قلت اول حاجه المخترع، تاني حاجه الاختراع، تالت حاجه طريقه العرض. فخلينا نبتدي باول حاجه. طبعا اللي انا بتكلم عليهم التلاتة ده يعني للاسف ضعف الاولاني. وانا عارف المخترعين كتيره بيبقى هو للاسف يعني مش مهتم، يقول لك يعني مش مشكله الاختراع عرضته كويس والكلام ده. لا طبعا، طريقه عرضك بتخلي الاختراع جيد وتخلي الاختراع له قيمه. خليني اقول لك مثلا، هل انت ما شفتش مره منتج في اعلان او شفته على الواقع ولقيت حد مثلا بيسوق لك فكره، الفكره نفسها ضعيفه وما تستاهلش، بس هو طريقته حلوه لدرجه ان انت اقتنعت واشتريت؟ هل مره اشتريت حاجه انت مش مقتنع بيها اصلا، مش عايزها دلوقتي، بس طريقه عرض الشخص او اللي انت بتشتري منه، او طريقه عرض المكان، او طريقه التسويق اللي عملوها اقنعتك ان انت تشتري؟ فالشخص عليه عامل مهم جدا اللي هو المخترع صاحب الفكرة. هو اللي بيخلي الناس تقتنع بيه، تثق فيه، تصدق اللي هو صاحب اختراع مش مجرد كلام. عندنا اول حاجة المخترع لازم يبقى عنده صيغة. انا عملت كده، بحكي لكم عن تجربة بعد خبرة. انا عملت كده، حفظت صيغة معينة. عارف بتوع التسويق لما يبدأ يديك ديباجة كده، يقول لك احنا بنبيع المنتج ده والمنتج ده مفيش منه في السوق مثلا. يعني احفظ ديباجة معينة لاختراعك، احفظ صيغة معينة لاختراعك ورددها كتير بحيث تقولها بثقة وبقوة، ولو في دوشة ولو في أي حاجة تقدر تتكلم كده بقوة. لو وقفوك على المسرح تقول أنا فكرتي واحد اتنين تلاتة أربعة. احفظ صيغة معينة، اقعد اكتب فيها كتير، واختار أفضل طريقة، وحاول تبحث عن الناس اللي هي بتسوق، وشوف طريقتهم في التسويق. يعني انت هتلاقي مثلا ايه، لما مثلا انا تخيل، خليني اديك مثال عشان انا عايزك تقتنع باللي انا بقوله. فهل تخيل ان انا اقعد اتكلم اقول ايه؟ انا اختراعي، انا والله شفت مخترعين كده، الاختراع بتاعي اختراع مهم جدا، الاختراع بتاعي بيساعد مثلا الناس انهم يحلوا العجلة، واختراع بتاعي ما فيش منه مثلا. انت هتمل. يعني انا اعتقد الثانية دي انا ضيعتها من الفيديو، انت حسيت بملل اكيد. كويس. وفي والله شفت مخترعين بيعملوا كده. لا بس تخيل مثلا اقول لك، تعرف اللي فيه مشكلة الناس مش عارفة تحلها، انها لما تيجي تحل العجلة. شفت القصة؟ انا داخل معاك في قصة، انا كده بقى خلصت الكلام مش عايز اطول يعني. بس لما انا اقول لك في مشكلة والمشكلة دي ملهاش حل، فانا دورت فيها، فلما حصلت لي مشكله فانا قلت طب ليه، طب ما انا اخترع الفكره دي، فجربتها فخدت تحدي فقدرت اعملها. فاهم؟ يعني في صيغه او قصه. انا في نجوم العلوم برضو كانوا قالوا لنا كده، عشان تكون مؤثر لازم يكون لك قصه للاختراع. يعني في، انا فعلا في اختراعي حصل لما انا لقيت فيه مشكله حصلت معايا في العربيه كذا مره ومش عارف الاقي حل الحل العجله، فقلت طب يعني طب ما فيش، طب خلاص ما اعملها انا مثلا يعني. كويس. فطريقه عرضك والصيغه بتاعتك لما تكون انت حافظها وقدرت تالف لها قصه وقدرت تقولها بشكل تشويقي، رقم واحد دي مهمة بالنسبة لك. اللغة قدر الإمكان، لو احنا رايحين مثلا دولة أوروبية في معرض دولة أوروبية، مهم اللغة تكون معاك جيدة عشان ما تخسرش طريقة عرضك. رغم اللي على فكرة ممكن عادي تعدي وكل حاجة، لكن انت هتخسر طريقة العرض بتاعتك. تمام. وتاني حاجة هتخسر التعامل اللي هيحصل معاك، الخبرات بقى، والناس اللي هي تبدأ ايه عايز تعمل معاك علاقات وتتواصل معاك ويحصل صداقة والكلام ده، تلاقي نفسك مش عارف تتواصل معاهم للأسف. انت رحت ولا هم عرفوا يكلموك ولا عرفت تتكلموا، فدي مشكله. مهم موضوع اللغه لو احنا رحنا دوله اوروبيه حتى عامه. بس يعني بقول لك ايه، يعني شويه معلومات حتى عن فكرتك. انا كنت حافظ، انا على فكره مش هقول شاطر قوي في اللغه، لكن على الاقل كنت حافظ الاختراع بتاعي، واي اسئله عنه باللغه الانجليزيه كنت اروح معارض مثلا زي ماليزيا وكده انا حفظتهم على فكره. يعني صعب عليا بس حفظتهم وعرفت اتعامل ازاي. ومقدم طبعا العرض بتاعي باللغه العربيه، باللغه الانجليزيه على فكره. في حاله اللي انت رايح دوله اوروبيه انت عارف هتعرض باللغه الانجليزيه، رايح دوله عربيه هتعرض باللغه الانجليزيه ممكن والعربيه، بس خلي العربيه مهمه او اساسي. طبعا احنا مهم ان احنا نحافظ على قوميتنا العربيه، فمهم اللغه العربيه تكون معاك قدر الامكان حتى لو بره. بس يعني ايه،
ممكن في الدول الاوروبيه خلينا مثلا ايه باللغه الانجليزيه. كويس. عندنا نقطه كمان، الاسئله المتوقعه لازم تبحث وتشوف وتدور كويس قوي في الاسئله، لان ممكن سؤال يخليك انت نفسك تشك في نفسك. انا كان بيحصل معايا كده، يبقى عندي اسئله كده تشككني في نفسي، اسكت كده واقول ردها ايه. بس طبعا لان انا دخلت قبليها مسابقات كتير وقابلت ناس كتيره، فدخولي المعارض ما كانش صعب بالنسبه لي، لان انا اوريدي اتعرضت لاسئله كتير. كويس. فانا بقى عندي تجهيز، لما حد يسالني السؤال ده هرد عليه ازاي وارد ازاي بشكل مقنع. كويس. فده مهم، تدور على الاسئله المتوقعه. نقطة كمان مهمة جدا، لازم أكون أنا عارف أكتر حاجة متطورة في تخصصي. يبقى أنا تخصصي في العربيات أو في العجل بتاع العربيات، واختراعي مثلا خاص بالاختراع العربية. يقولوا لي مثلا الفورمولا 1 مش عارف بيستخدموا إيه، أقول لهم إيه؟ لا أنا أنا أول مرة أسمع. إزاي تخصصي وأنا ما أعرفش فيه؟ دي مصيبة على فكرة بالنسبة اللي بيسألك أو المحكم أو أي حد. دي مصيبة، لأن أنت كده واضح إن أنت مش شاطر في مجالك، ودي نقطة مهمة. كل ده إحنا بنتكلم في المخترع، تطوير المخترع. عندنا طبعا نقطة أخيرة بالنسبة للمخترع، المرونة، ويكون عندك تقبل النقد واكتبه. أنا كنت بكتب، فبعد كده كنت أخش آخر معرض مثلا اللي دخلته، الحمد لله أتقابل مع أي حد خلاص ما عنديش مشكلة، أنا عارف أتعامل إزاي. الأسئلة أوريدي اتسألتها قبل كده، برد بثقة، عارف أنا برد إزاي. فمهم في البداية حتى لو لسه أول معرض ليك، خلي عندك مرونه. ما تبقاش مثلا تقفش وتقول لا انا اختراع انا عارف لو هو جيد، ما ينفعش الكلام ده. خلي عندك مرونه، تقبل النقد، تقبل الاسئله وعدلها ورد عليها واكتبها، وما فيش مشكله تقول مش عارف. احنا بنتكلم، ممكن تبقى دي بدايتك لسه ما جربتش قبل كده. كويس. خلينا نتكلم على تاني حاجه، دخلنا في الاختراع. الاختراع هتعمل نموذج جيد جيد يعني ايه، لازم يكون الفينش بتاعه كويس، لازم يكون الاداء برضو بتاعه كويس. تمام. وبعد ما خلصناه وعملناه كويس وخلاص عملنا نموذج للفكره بتاعتنا، الفينش بتاعه الخارجي والله لو تقدر تحط استيكرات، تحط اشكال. يعني انا اختراعي مثلا عشان اخليه اقرب للنموذج، بدات اجيب حاجات خاصه بالعربيات بالكماليات، واخد منها قطع واقصها واحطها على الاختراع بتاعي. فلما الناس شافت الفكره قالت لا هو ده للبيع. هم اقتنعوا بيه ليه؟ لان انا خدت من روح ومن الديزاين ومن التصور بتاع العربيات. فالاختراع بتاعي كان شبه الجنط شويه، فالناس اقتنعت فعلا. او اول ما تشوف ده حاجه العربيه، ليه بقى؟ لان انا اديت من نفس روح الشكل اللي هو مناسب ليه. هنخش على ثالث حاجه، وبرضه دي حاجه مهمه جدا، موضوع طريقه العرض. خلاص احنا دخلنا في المكان بتاعنا. المكان بتاعنا مهم تعرف مقاسه قد ايه، وفي الغالب بيكون حوالي 2 متر في ارتفاع 2 متر حاجه كده. مقاس مكان مربع، بيديك ترابيزه زي المكتب اللي عندك في البيت وكرسي. خلاص احنا عرفنا التقسيمه ازاي. طريقه العرض، يا اما تحط 2 بانر كويس، او بانر واحد مفيش مشكله. ممكن وراك مثلا بوستر، هم اوقات هم بيعملوا البوستر اللي وراك على حسب تشوف هم هيعملوه ولا لا. كويس. وفي الغالب هم بيعملوه عشان يبقى موحد يعني. كويس. مفيش مشكله تعمل بوستر تاني وتعلقه تاني في الجنب، مثلا لو جنبك حد في عندك حيطه ولا حاجه علقه. المهم عادي زود دعايه لنفسك، انت ما حدش اعتقد يوقفك يعني. او ممكن تحطه على المكتب برضو، يعني تحت المكتب كده يبقى في حته فاضيه علق عليه البوستر بتاع. المهم ان انت معلش خلي نفسك اعمل دعايه، عارف انت رايح تسوق لنفسك، اعمل دعايه لنفسك. الاثنين بوستر نعمل فيهم ايه؟ ممكن واحد اعمل فيه انجازاتي انا مين، وواحد تاني يتكلم عن اختراعي. كويس. فاحنا بنتكلم على 2 بوستر او واحد. حلو كده. عندنا بعد كده الكارت، مهم يبقى معاك كارت تواصل الناس اللي عايز تعرفك اكتر او كده. ممكن هدايا عادي، مش احنا بنروح معارض وتلاقي مثلا بيدينا هديه، بيدينا ميداليه، دي حاجه كويسه وبتفضل معانا وليها ذكرى معانا. دي على حسب انت عايز تسوق لنفسك، مثلا انت عندك مؤسسه عندك حاجه، فموضوع الهديه برضو حاجه كويسه مش وحشه. فلايرات، يبقى عندك فلاير مثلا في الاختراع بتاعك، طبعا صوره بسيطه وشرح عن اهميته، بحيث المستثمر نفسه خليه يفكر. يعني انا مثلا يجي مستثمر يتكلم معايا انا معيش فلاير، فيمشي يودي له رقمي 100% ممكن ينساني، بس انا لما اديله فلاير يبقى معاه ورقه كده يقعد يبص على الاختراع ويشوف الاختراع ده مثلا مميزاته، اللي هو مطلوب، اللي هو مثلا مجرب، اللي هو كذا اللي هو كذا. كل المميزات دي لما يشوفها في الفلاير بتخليه يفكر ممكن يرجع يتواصل معاك. طبعا يكون حاطط ارقام كويسه آه، شغاله معاك طبعا، ايميل طبعا متاكد هو شغال معاك، كل الحاجات المهمه. عندك موقع، ده حاجه كويسه طبعا. انا كتبت برضو ان انت ممكن تعمل موقع او تعمل بيج، يكون عندك حاجه الناس تخش تتفرج مثلا على فيديو. انا دلوقتي ان اختراعي بقدمه وعندي فيديو ليه. كويس. طب الناس هتشوفه ازاي؟ هفرجهم مثلا في المعرض. طب هو عايز يفرجه المستثمر التاني او لحد تاني، مهم يكون عندي بيج او حاجه نعرض عليها. وجود الفيديو مهم برضو، خلي بالك. يعني انا مثلا علشان ما اجربش قدام الناس كتير، انا كنت عامل فيديو الاختراع بتاعي حاطه وشغله على اللاب.
انا واقف اوقات اتكلم اوقات لا، لكن الفيديو شغال 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 ويتعاد، شغال ويتعاد. دي برضو من حاجات طريقه العرض، برضو فكره ممتازه. يعني انا معايا النموذج بتاعي مفيش مشكله، بس انا هفضل بقى اعيد قدام الناس؟ لا، ده انا كمان الفيديو اللي انا كنت عامله كنت بجرب على العربيه، فانا مش معقول هجيب عربيه او اجيب جنط واقعد اجرب قدام الناس. لا، انا بوري الناس الجهاز شغال، بس برضو في فيديو شغال يفضل شغال ويعيد نفسه كل شويه، بيقرب للناس الفكره وبيعرفهم بالاختراع. كويس. ممكن اعمل برضو كيو ار كود اللي الناس تخش عليه، يفتح موقع، يفتح فيديو. ده برضو حاجه كويسه. اخر حاجه، ابدع براحتك. انا عايز اقول لك ان انا اخر حاجه في المعرض الاخير ده كنت عامل وش روبوت، حطيت عليه كيو ار هنا وهنا وهنا. هنا انا عارف، هنا الفيديو، هنا مش عارف الموقع، هنا الويب سايت. ابدع براحتك. حاجه اخيره برضو عايز اقول لك عليها. انا مره شفت دي انا بصراحه خدتها من حد. مره لقيت واحد تقريبا كوري كان في معرض دولي، لقيته حاطط ميدالياته وشهاداته. انا قلت ايه لازمتها بصراحه؟ انا الاول يعني قلت ايه لازمتها؟ انا رايح معرض، اروح اعرض ميدالياتي ليه؟ كويس. هو كان مش جنبي بعد واحد كده. فانا قعدت اتابع المعرض. لا، الشخص ده بميدالياته وشهاداته جمع الناس حواليه. بجد هي الناس شافته هو صاحب خبره، خلي بالك بقى. لان انا كنتش مهتم اقول ايه يعني شهاداته إيه؟ يعني انت جاي تتفاخر؟ لا والله لا. هو بصراحه هو عنده حق. هي احنا طريقة عرض، انت بتسوق لنفسك، سوق بنفسك بكل قدراتك بكل قوتك. فكان ميداليات والحاجات دي شدت الناس فعلا. انا كنت الاول بنتقد الفكرة، بس انا مع تحليلي لليوم، لا، الشخص ده جاله ناس كتير، لان هو بطريقة عرضه الناس قالت ده اكيد ده خبرة، واخد كام ميدالية ذهبية حاططها وبتاع. لا، حاجة ممتازة. انا المعرض الاخير اللي كان في قطر، انا رحت بثلاث ميداليات تقريبا او اربعة، خدت منهم يعني مش كلهم. كويس. وما جبتش طبعا شهادات عشان ما تبص، بس على الاقل خدت كام ميداليه كده ذهبيه كده بتلمع كده، عامله شغل جامد. هو طريقه عرض بقدر اجذب الناس ليا، لدرجه اللي في وزير كان ماشي، وفي ناس ماشيه جنبه حرس، راح جاي عامل ايده كده وقفهم وبص كده على اختراعي. وبعد كده جه وقف اتكلم معايا. ليه؟ ايه اللي حصل؟ شد شد عينيه، شدته للترابيزه بتاعتي والعرض بتاعي. فده مهم. فتاكد ان انت بتعرض الفكره، فحاول تسوق بقدر الامكان. ان شاء الله هنزل لكم برضو صور للمعرض كان بتاع ماليزيا ده. يمكن ده كان بالنسبه لي مثالي، لان كنت ده عامل فيه كام بانر على كام طريقه عرض، يعني شايفه ممتاز جدا. برضو ان شاء الله هنزل لكم صور عليه عشان تعرفوا طريقه العرض بيكون شكلها ازاي. لكن زي ما بقول لك، ابدع ابدع وابتكر حتى في طريقه العرض. ده تسويق، وسوق لنفسك قدر الامكان. وطبعا لو في اي سؤال في اي معرض انت داخل وخايف فيه نقط مش عارفها، ابعت لي، تواصل معايا بشكل شخصي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.